كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يسيرون على منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كثرة مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى. وكان كثير من السلف يتركون كل العلوم التي يدرسونها كالحديث والفقه وغيره إلى الانكباب على كتاب الله تبارك وتعالى. فكان مالك بن أنس يترك التحديث في رمضان ويتفرغ للنظر بكتاب الله تبارك وتعالى، يقرأ من المصحف. وكذا نقل هذا عن سفيان الثوري وعن الشافعي وعن أحمد وعن غيرهم والبخاري وغيرهم من أهل العلم، وهو أنهم في رمضان يفرغون أوقاتهم لكتاب الله تبارك وتعالى قراءة ومدارسة وتدبرا وفهما. فهؤلاء هم قدوتنا، حيث كان هذا الشهر شهر القرآن عندهم رضوان الله عليهم.